أول حاجة تيدير الأعمى فاش تيبدا يشوف، تيهرس العكاز ماشي حيت دار ليه شي ذنب، ولكن حيت تيولي فطرة في مرحلة كان فيها ضعيف ومحتاج. الإنسان في بعض اللحظات ملي تيخرج من العجز وتيحس بالقوة تيبغي يقطع حتى داك الأثر الرمزي ديال داك الماضي، وكأن تصل العكاز هو محاولة باش يمحي الذاكرة نتاع الاعتماد. ولكن في الحقيقة هاد السلوك كيعبر على واحد الظاهرة معروفة في الفكر الأخلاقي وعلم النفس الاجتماعي، وهي نطران الجميع، أو هي ما يمكن تسميته فلسفيا نطران الوسائط التي كانت السبب في البقاء أو في التوازن في مرحلة معينة. العكاز هنا ماشي غير يعاود تيستاند عليه الجسد، بل هو رمز لكل حاجة كانت تتعاون أي واحد باش كان طايح، شخص وقف معاه، فرصة تعطاتو، ولا حتى ظرف صعيب علمو يمشي بشوية بشوية. ولكن المفارقة هي أن بعض الناس ملي تيولي عندهم بصر جديد بمعنى القوة أو الاستقلال، تيولي داك الوسيط اللي ساعدهم غير تيكرار مزعج، تيذكرهم بالضعف القديم. وهنا تيوقع واحد إعادة تأويل التاريخ الشخصي، الحاجة اللي كانت نعمة تتحول في نظرهم لعبء خاصو يتكسر ويتنسى. الإنسان تيبغي القوة، ولكن في بعض المرات باش يحافظ على صورة القوة في دماغو تيتنطرح حتى الأشياء اللي وقفات معاه في الطريق الضعف. وبهذا المعنى تصل العكاز متكونش دائما إعلان استقلال، بعض المرات تيكون محاولة نفسية لإخفاء ذاتية الحاجة، حتى إذا كانت هاد الحاجة هي اللي خلاتو يوصل لمرحلة البساط.